عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم بكل صراحة. النهاردة هنتكلم عن ماتش الأهلي وبيراميدز. طبعا احنا عارفين ده ماتش الدوري. أنا عن نفسي بقول ده ماتش الدوري. إن شاء الله لو ربنا أراد والنادي الأهلي كسب الماتش أكتر من 60% خلاص. وبعديه أنا زي ما قلت في الفيديو اللي فات إن ماتش بيراميدز والمصري والاسماعيلي اكتر من 80%. ان شاء الله لو عدينا الفتره دي الثلاث ماتشات دول بالفوز ان شاء الله ربنا هيرضينا وهناخد الدوري. طبعا احنا الماتش يوم الخميس وشايفين الاشاعات على المدرب، وخلاص الاهلي هيجيب مدرب وادي دجله والاهلي بيفوض مدرب وادي دجله. كل ده تشتيت للفكر الفريق وفكر المدرب، عشان المدرب طبعا اكيد هيتوصلوا الاخبار دي وهم هيوصلوا له الاخبار دي ان الاهلي عاوز يغيرك وبيفكر في مدرب وبيتفق مع مدرب عشان المدرب ما يركزش. يا جدعان الفتره اللي احنا فيها دي من اصعب الفترات. انا بقول لجمهور النادي الاهلي لازم اوعى تلتفت للاشاعات، اشاعات كتير جدا هتحصل الفتره الجايه. احنا عاوزين يعني ايه دلوقتي مثلا، ايه هو برضو الاهلي بيفكر في الكلام ده ان نغير؟ خلاص ما احنا غيرنا. لاسارتي انا بقول لاسارتي لازم يقعد لنهايه الموسم، ونهايه الموسم نقدر نفكر ونحكم عليه. لاسارتي بقاله 3 اشهر معانا، هنقيمه فنيا بعد ما يخلص الدوري والكاس، وهنقيمه فنيا ونقدر نحكم عليه نقول يكمل او ما يكملش. وكل ده في الشهرين اللي جايين، بقيت شهر 4 وبقيت شهر 5. هتعرف السكه راحت فين في الدوري، هنعرف وساعتها نقدر نقيم. لكن بقول لك المدرب بقاله 3 اشهر، اي نعم عمل اخفاق كبير جدا، بس احنا دلوقتي هم عاوزين يبدوا المعبد. سيبنا شويه من المؤامرات، نتكلم فنيا شويه على الماتش. عاوزين مستر لاسارتي، انا بفضل نبدا بالتشكيل بتاع سان داونز. هنبدا بالتشكيل بتاع سان داونز وهنضغط على زي ما ضغطنا على سان داونز على بيراميدز، وان شاء الله هنخلص الشوط الاولاني. انا ده اللي انا يعني بقترحه. يا اما هيشيل الشحات ويحط صالح جمعه، وفي وسط الملعب السوليه ممكن يحط حمدي فتحي مكان عاشور، ان احنا عاوزين نضغط من قدام. واذا كان عاشور يعني هينزل المدرب، بس انا بفضل حمدي فتحي جنب السوليه افضل. وعاوزه نضغط في الشوط الاولاني. دفاع بيراميدز اضعف منطقه في بيراميدز خط دفاعه، عنده الدفاع ضعيف والكرات العرضيه ضعيف فيها. طبعا مميز عندهم خط الهجوم، عندهم خط الوسط في عبد الله السعيد ودونجا، ما عندهمش غير دونجا في وسط الملعب هو اللي بيقدر يدافع، وعبد الله السعيد ما بيدافعش. فدي نقطه لو استغلها مستر لاسارتي، يعني احنا لو حطينا السوليه وعاشور او السوليه وحمدي فتحي هيقدروا يسيطروا على وسط الملعب من بيراميدز. بيراميدز خطورته لو احنا قدرنا نقطع من نص الملعب وما خلوهمش يحضروا لكينو او تراوري او بينيفنتي، لو احنا ما قدرناش نخليهم يحضروا في المنطقه اللي ديت، احنا كده هنوقف خطوره بيراميدز. فانا بتمنى لو احنا بدأنا بتشكيل الصن داونز هنا وضغطنا عليهم من فوق، بقول لكم ان شاء الله هنخلص الماتش من الشوط الاولاني باذن الله. وبالتوفيق للنادي الاهلي وبالتوفيق للاسارتي، وربنا يوفقه في الماتش دوت ويقرا الماتش كويس، ان هم عندهم فعلا مدرب كويس جدا اللي هو رامون دياز. فيعني ربنا يوفق مستر لاسارتي ان هو يقدر يقرا الجيم والتغييرات. ولو بدأنا زي ما قلنا بتشكيل سان داونز او طلعنا حسين الشحات وحطينا صالح جمعه، او بدأنا بحسين الشحات، صدقوني هنخلص الماتش ان شاء الله في الشوط الاولاني. واخر حاجه بتمنى جمهور النادي الاهلي ما يبصش اشاعات كتيره جدا. يا جدعان حمله مدفوعه الاجر مقدما، بصوا للفريق، نبقى ورا الفريق،
نبقى ورا المدير الفني دلوقتي. احنا شايفين حتى عيوب، لكن نبقى ورا الفريق وورا المدير الفني ونساندهم لحد ما ناخد الدوري ان شاء الله. طبعا كان اتكلموا في نقطة الجماهير. الحمد لله ان في 5000 واحد سمحوا بيهم لحضور الجماهير. وشفنا ابو المعاطي بيتكلم بيقول مفيش تكافؤ فرص، ما حضرش. طبعا راجل نايم من القبض. والحج المجاني طبعا مش قادر ينطق، مش قادر، الزكام مش مخليه يفكر. الحج المجاني طبعا، قلت له انا قبل كده الحج المجاني هتدفع ثمنه غالي يا ابو المعاطي، ممكن هجيب لكم صورة الفيديو. الحج المجاني هتدفع ثمنه غالي. الراجل بيقول لك تكافؤ الفرص. تكافؤ الفرص ايه يا راجل؟ ده بيراميدز هو اللي في الدور الاولاني هو اللي طلب عدم حضور جماهير. هو بيراميدز عنده جماهير اصلا؟ لكن انت طبعا الحج المجاني مأثر على دماغك. ازاي تكافؤ فرص ايه؟ اما هم اللي اختاروا. طب ما ماتش الزمالك في الدور الاولاني مع بيراميدز كان بجمهور. بس هنقول ايه؟ الحج المجاني عامل له تربانه في دماغه. وربنا يوفق النادي الاهلي وان شاء الله هنفوز، ودعواتكم كلكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.